كرة لعلي. 86 دقيقة، الاكسترا تايم قريب، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول ملك الحلول. وي يا علي وي، وي يا علي وي، وي يا علي وي، وي يا علي وي. الحقيقة الواحد كل سنة لما يجي يسترجع ذكريات اليوم ده بيبقى سعيد جدا، سعيد جدا، كأن الماتش ده كان امبارح، ما كانش من 4 سنين. احنا النهاردة بنتكلم عن نهائي القرن اللي الزملكاوية خلونا نفسيا وحشين قبل الماتش بأسبوع، احنا وهم الحقيقة. ولكن اللي صعب الماتش أكتر هو أغلب جمهور الزمالك على السوشيال ميديا في الوقت ده، اللي خلى الماتش هو الفيصل، وهو اللي هيحكم مين أحسن، أهلي ولا زمالك، ولا كأننا كنا بنحارب في الخير والشر. هو اللي هيحكم إن الماتش ده هو الفيصل، بطولاتك كلها في كفة والبطولة دي في كفة. هو اللي هيحكم حاجات كتيرة جدا، وده سبب ضغط كبير على لعيبة الزمالك أكتر من لعيبة الأهلي. واحنا كجمهور اهلي كنا متأهبين ومستنيين ومستعدين الماتش، لا كان في تحفيل ولا كان في اي تهويل للمباراة خالص. على العكس، الجانب المقابل جماهير الزمالك كانت بتحتفل وبتحفل من قبل المباراة اصلا ما تبتدي. ودي كان حاجة غريبة جدا، منين نهائي قرن، ومنين انت شايفه الفيصل، ومنين انت شايفه هو اللي هيحكم البطولات دي كلها في كفة ودي في كفة، وفي نفس الوقت بتحفل وبتحتفل قبل المباراة. ولكن اعتقد كل واحد مننا شاف المباراة، اعتقد كل واحد مننا في كل دقيقة في المباراة القلب اللي بينبض، الخوف، القلق، التوتر. ويمكن انا في اليوم ده كان معايا 2 صحابي بنتفرج في قهوة، كانت القهوة دي قهوة كده او شبه القهوة جنب ملعب، كان كلها اهلاوية، بس كان صحابي الملعب اهلاوية واي حد هيجي في القهوة دي يبقى اهلاوي عشان ما يحصلش مشكلة او خناقة او عياط او فرحة والكلام ده كله. الواحد لما بيفتكر مباراة من 4 سنين يعني يبتسم غصب عنه. هي كورة، هي رياضة، هي ترفيه، ولكن هي فعلا ذكرى خالدة، ذكرى مش هتتنسي. وكل واحد يتفرج على المباراة دي أكيد فاكر ليه ذكريات كتيرة جدا جدا جدا. الذكرى الوحيدة اللي ما ينفعش أقولها مش هينفع تتقال خالص، ممكن أقولها في آخر الفيديو، ولكن الذكرى الوحيدة اللي ما ينفعش أقولها في المباراة دي أنا تعبت بعدها بسبب حاجة كده حصلت. المهم يعني المباراة والسوشيال ميديا اللي عملوا قبل المباراة، والنفسية اللي كانت صعبة جدا. وانت خارج من كورونا، وليه قرايبك عندهم كورونا، مش عارف صحابك، مش عارف مين، حتى بتوع السوشيال ميديا كان في منهم عنده كورونا، حتى الفريقين كان منهم ناس عندهم كورونا. انت بتتكلم كل ده والدنيا مش عارف ايه اللي هيحصل. طب بكره ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا خسرنا كاهلاويه من الزمالك في الماتش ده، ايه المفروض يحصل؟ المفروض يحصل بعد بكره. طب الزملكاوي لو خسر ايه المفروض يحصل؟ وايه هيتكلم يقول ايه ويبرر بايه؟ انت جيت قبل الماتش باسبوع ولا 10 ايام قلت لي سيبك بقى من ال 500 الف دوري اللي انت واخدهم في مصر وحكامك وفلوسك ورشايوك، وتعالى بقى في افريقيا لا في حكامك ولا في رشاوي ولا وتعالى راجل لراجل. طيب الماتش ده خلى اي زملكاوي عاقل كان بيقول الكلام ده ما يتكلمش تاني في كوره. شجع براحتك، ما هو ما فيش حد هيبطل تشجيع فريقه، ولكن الكلام والرطرطه الكتير اللي كانت بتحصل ما تخلكش تقول الكلام ده تاني. تفاصيل اللقاء، حتى انك في اول 5 دقايق بتضيع فرصه وبعد كده بتجيب جون الجميل عمرو السوليه، فرحه 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 رهيبه وممتعه، فرحه جميله. انت قمنا في وسط القهوه، واللي رافع ايديه واللي بيسلم على واحد ما يعرفوش واللي بيحضن التاني، ولا كانك بتعمل ايه. وبعدها بشويه الزمالك بيمسك كوره، يضيع كوره في التانية، بعد كده شيكابالا يعمل اللقطه الجميله بتاعته لما عمرو السوليه ولما علي معلول، او لما جايو علي معلول الاول، وبعد كده فرد شويه كده على الشمال على عمرو السوليه وركنها بشماله، تصويبه حلوه قوي قوي قوي، تصويبه خلتنا قاعدين كده يعني خلاص شيكابالا هو اللي هيكسبهم.
يعني بعد العداوة التاريخية الأسطورية ما بين جماهير النادي الأهلي وشيكابالا، هيجي شيكابالا هو في الآخر اللي يخلصها؟ أنا بتكلم بكل صراحة في الفيديو ده، علشان أنا طالع أقول كلام من قلبي، مش هجامل، مش هتريق، مش هتنمر، مش وانا اصلا الحمد لله مش من النوع اللي بيتنمر او بيتريق. حتى قبل الماتش بكام يوم كنت بكلم اصحابي، يا جماعه انا الاهلي لو كسبت مش هحفل على حد، عشان كلام الشباب قبل الماتش بكام يوم، الشباب كلها اهلاويه زملكاويه وقلوبهم متعلقه في الماتش ده. فانا متوقع اللي هيخسر في الماتش ده هيزعل ازاي، وهيحصل معاه ايه، والسف اللي هياخده في كل حته ايه. فلا، لو جيت عندي ما تزعلش، انا مش هعمل لك حاجه، والحمد لله قد كان. وما كانش اصلا في لازمه انك تعمل كده. ولكن مع مرور الوقت والزمالك ماسك كوره بس مفيش فرص كتير، الاهلي بيحاول يخطف بس مفيش كور كتير، فتيجي في الشوط التاني واجاييه وعلي معلول يعملوا 1 2 حلوه قوي قوي قوي، عشان علي معلول يحطها على طبق من ذهب لحسين الشحات اللي كان ابو جبل اصلا طالع بره الجون. وخلاص بنقوم وبنفرح وهنقول هيه، لقينا حسين الشحات حطها في العارضة. وبعد ما كنا هناخد حسين الشحات على الأعناق، بقى أصبح كل في القهوة بيشتموا على الهجمة اللي ضيعها اللي ما تضيعش دي، عشان بعدها ب10 دقايق ولا بربع ساعة يجي أحمد سيد زيزو وأشهر عارضة ليه في تاريخه، هيفضل الناس كلها فاكراها بيه، القائم الأيمن للشناوي يتصدى لكرة زيزو. ومن حسن الحظ إن عصام الشوالي هو اللي كان بيذيع المباراة دي، عشان يطلع بتحف فنية كعادة عصام الشوالي، أحسن وأعظم وأقوى مذيع في تاريخ العرب. دي وجهة نظري، عشان الماتش يفضل سيان، ده بيمسك شوية ده بيمسك شوية، لحد ما جاءت اللقطة الأجمل، اللقطة اللي ملهاش وصف، اللقطة اللي انت معرفتش بعد ما جات قفشة وعمل قضية انت ما تعرفش انت كنت فين. انا في القهوة واحد صاحبي اسمه تيتو لقيته بره القهوة بيعيط، ولقيت واحد صاحبي اسمه احمد عشماوي بيطير ومش عارف رايح مع مين، وانا وقعت اصلا من على الكرسي. لا، هي كانت فرحة جنونية، كانت فرحة جنونية. واللي هيجي يقلل من الذكريات دي او الفرحة دي هو معاش اللحظة دي. اللي يجي يقول لك انت مكبر ومقفر في الحوار ده، لا انا لا كبرت ولا مقفر. اللحظة دي الدنيا في مصر كلها اتقلبت ما بين افراح ودموع وما بين احزان ودموع. فرحة محمد مجدي قفشة لما خد الكورة اللي جات من راس محمود علاء وعملها بوش رجله على الطاير عشان تغرد في شباك ابو جبل، وفي شباك كل قلب زملكاوي وزملكاوية في مصر كلها. النادي الاهلي حكم بقبضته في المباراة دي، وحسم الصراع بالنسبة لي وبالنسبة لأغلب الناس، الصراع ما بين الأهلي والزمالك، الصراع ما بين الخير والشر، الصراع ما بين الأقوى والأضعف، الصراع بين الظالم والمظلوم. الأهلي حسم كل الكلام ده بقضية قفشة. وبينما احنا بنتغنى بقضية قفشة، ما ينفعش تنسى هدف عمرو السولية اللي فتح الدنيا شوية في الأول. وبينما كل الكلام ده ما تنساش ان في زملكاوية، في بعض الافراد الزملكاوية البلهاء العبيطة، بعض افراد جماهير الزملكاوية العبيطة، واقول لك بعض اهو، اللي طلع بعد الماتش قال لك ده جون شيكابالا عكنن عليهم. يا عم انا موافق، اقول لك حاجة، ده اكتر جون عكنن عليها في تاريخي، انا موافق بس في الاخر انا اللي كسبت. انت عاوز ساعتها كنت تعمل اي حاجة عشان تكسر او تقلل فرحتي بالمباراة، مش هتعرف. وكنت بتقول ساعتها ان الزمالك بيعرف يحفل والزمالك بيعرف يحتفل، وانت عمرك ما بتعرف تحتفل وما عندكش. يا باشا طبيعي، لان كل يوم والتاني عندي بطولة، ولكن البطولة دي بالذات هيفضل الاحتفال بيها كل سنة. ليه؟ عشان هي الاغلى. ليه؟ هي اللي حسمت. ليه؟ هي مباراة القرن. ليه؟ انت بتحاول تعمل قضية كل وقت والتاني من بعدها عشان تفتكر وتفكر انك ممكن تنسى القضية؟ مستحيل.
كرة القضية بتاعت محمد مجدي قفشة هي ستظل ذكرى خالدة لكل أهلاوي وزملكاوي حضر المباراة دي. أنا أعرف ليا ناس ما اتفرجتش على الماتش، وهو ده كان الصح. خلي بالك، أنا بقول لك أهو، شوف بقالي 10 دقايق برغي، هو ده الصح، إنك ما كنتش تتفرج على الأهلي والزمالك في الماتش ده. ماتش حارق للأعصاب، ماتش مدمر لخلايا الأعصاب لكل واحد متعصب لفريقه. ولكن هقولها تاني، النادي الاهلي مش مجرد ان هو حسم صراع، لا، النادي الاهلي قضى ليه؟ خد التسعة وخد بعدها ال10 وال11 وال12، والزمالك بعد ما كان هيبقى 8-6 لا بقى 9-5 وفضل 5-5 لحد ما الاهلي وسع الفارق لفرق 7 بطولات. الاهلي بقى 12 والزمالك لسه 5، لدرجة ان الزملكاويه لما بياخدوا الكونفدراليه اخر سنتين بقوا يقارنوها، يقول لك لا دي اقوى من دي، اصل انا كسبت السوبر الافريقي من اهلي بقضيه منسي فدي اقوى. يا باشا سيب اللي يتكلم، هو عارف من جواه وهو بيتكلم ان هو بيهرتل، ان هو بيقول اي كلام، ان هو عاوز يحرق دمك على الفاضي. في المقابل انت الناحيه التانيه، انا ما بقتش استمتع باي كوره تاني بعد نهائي القرن وبعد 5-3 اللي بعدها بكام يوم، اللي لولا محمد عادل الحكم ملك الاحتواء كان زمانها وصلت ل6 و7-2. ولكن هنرجع ونقول شكرا لموسيماني، شكرا لفايلر اللي كان قبل موسيماني اللي عمل الفريق المنظم ده، شكرا ساعتها الكابتن محمود الخطيب اللي قفل على الفرقه، شكرا لفيديو بسيط حسين الشحات ودنا بتمطر قبل الماتش بيوم ولا 2 يقول يا رب يا رب نكسب يا رب. كانت كلمه كل اهلاوي بيقولها، وكانت كلمه كل زملكاوي بيقولها. احنا عشنا لحظات ولقطات في اليوم ده عمرها ما هتتنسي. انا كان نفسي اشغل فيديوهات وانا بتكلم لاول مره في حياتي في اليوتيوب، ولكن خفت وانا بتكلم احط الفيديوهات دي يحصل يقول لك اليوتيوب يقول لك لا دي مش ما ينفعش تحطها وبتاع والفيديو يتلغي، وانا حابب اطلع اتكلم كده بطريقه بيور زي ما بيقولوا، اتكلم اللي على قلبي جوه لساني، اللي على قلبي بقوله على لساني. النادي الاهلي في المباراه دي عمل كل حاجه عشان يخليك في الاخر فخور. النادي الاهلي بسبب المباراه دي حصل وبعدها على 3 بطولات افريقيه بعدها، غير السوبر الافريقي، غير مرتين المركز الثالث على العالم. النادي الاهلي بعد البطوله دي طلعه محدش يعرف في افريقيا يطلعها تاني. النادي الاهلي بعد البطوله دي عمل اسم ورونق لنفسه قبل اي حد قدام اي حد في العالم. النادي الاهلي في البطوله دي عمل ما يتعملش. النادي الاهلي في البطوله دي كان لازم يكسبها عشان يتغلب 2 فاينل قبلها او قبل اللي قبلها، عشان السنه اللي قبلها يتغلب 5 من صن داونز في دور ال8، ولكن في نهائي 2018 واللي حصل فيه قدام الترجي ونهائي 2017 واللي حصل فيه قدام الوداد كان لازم تختم، وختمت مع الزمالك. الزملكاويه اللي كانوا بيحتفلوا قبل المباراه هم اللي اصبحوا بعد المباراه بيستخبوا. الزملكاويه اللي كانوا بيعلقوا بانر قدام النادي الاهلي واوعى تنام ومش عارف ايه والكلام ده، دلوقتي بعد المباراه دي بقى هم اللي بيناموا وهم اللي خايفين ساعتها يواجهوا اي حد. هي مباراه ببطوله، الاهلي كان خد البطوله من اي فريق في الدنيا كنا هنحتفل بيها شويه وخلاص، ولكن هي على الغريم التقليدي، هي على الغريم اللدود اللي معاك، هي على الغريم اللي انت بتعتبره اخوك الصغير اللي بيقعد يشاكس فيك، هي على الغريم اللي كان حاطط كل بطولاته وكل بطولاتنا في كفه وبطوله المباراه دي في كفه تانية خالص. انت اللي حطيت القانون، انت اللي حطيت الحوار ده، فما تزعلش من اللي بيحصل ساعتها ومن بعدها. ليه؟ هتفضل خالده الى ان اقابلك تاني بقى في نهائي قرن وحصل وتكسبني، ولو كسبتني هتبقى بتحاول ترد اعتبارك على اول نهائي قرن حصل في افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، ما بين احسن فريق في افريقيا وما بين مقلد احسن فريق في افريقيا، ما بين احسن واقوى فريق في افريقيا وما بين الفريق اللي دايما يعيش على المظلوميه، ما بين اقوى واشرس فريق في افريقيا وما بين فريق كان ليه تاريخ وباع في افريقيا الى ان غرق في مستنقع ادارات سيئه كانت بتستغل النادي لحد هذه اللحظه. يمكن المجلس الحالي بيحاول يعمل حاجات حلوه كتير، ولكن برضه
جواه حته صغيره كده واخدها من الناس اللي قبليه، حته المظلوميه. وليه؟ مع ان اكتر فريق بيستفاد الفتره دي كلها احنا عارفين ومتاكدين هو النادي الزمالك، ولكن عمرك ما حد منهم هيطلع يقول الكلام ده الا من رحم ربي. ليه؟ لان لو قال كده مش هيبقى ليه معنى ان هو اصلا شجع الزمالك. بيشجع الزمالك ليه؟ لما انت عارف ان فريقك عايش على المظلوميه اصلا هتشجعه ليه؟ انت لو حضرت الاجيال الكبيره القديمه العظيمه زمان، زي كابتن حسن شحاته، زي فاروق جعفر، زي ناس كتير، ولا وكابتن حازم امام، والليله طويله قوي، هنكلم ممكن ناس كتير قوي، ولكن يعني اكتر اسمين اكتر اسمين في ذهني دلوقتي. فانت ما حضرتهمش، هتشجع الزمالك عشان ايه؟ عشان ابوك بيشجع الزمالك، او عشان حد من اصحابك مثلا شجعك خليك تشجع الزمالك؟ مفيش. الاهلي حطم كل حاجه كان بيبنيها الزمالك في الفتره دي في 2020. الاهلي حطم مظلوميات كتيره قوي قوي قوي، واثبت ان هو الاحق، واثبت ان هو الكبير، واثبت ان هو القوي، واثبت ان هو بابا الشغلانه على راي كابتن ابراهيم فايق. النادي الاهلي فخر انك بتشجعه، والنادي الاهلي فخر انك بتشجعه. النادي الاهلي خلى ليك هيبه، والنادي الزمالك خلي ليك غيبه. السلام عليكم.